بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة أم ريما. إن شاء الله تكونوا بخير، صحتكم ديما لاباس. اليوم جبت لكم كيكة رائعة المذاق وشكلها أروع ما يكون، كما راكم تشوفوا جد راقي بمكونات بسيطة للغاية، موجودة يعني في كل بيت، توجدوها في دقائق. يعني كنقول لكم في دقائق توجدوها بإذن الله. أبار يعني طياب راح يدي وقته، تجي مشربة وتجي معسلة وتجي بنينة وتجي خفيفة، وما يعني على قد ما نشكر وقليل عليها. ننصحكم باه تجربوها. نروحوا مباشرة باه نوجدوا الوصفة. أول حاجة البنات راح نوجد صوص الشوكولا، راح نخلي لكم كل المقادير المضبوطة في صندوق الوصف. راح نحتاج في هذا الصوص هذه زيت، راح نحتاج كاكاو، وراح نحتاج البنات سكر، وراح نحتاج حليب، وراح نحتاج تاني لافاني. هادو هما المكونات اللي حندير بهم الصوص شوكولا. نحطهم كامل في يعني في البلندر ونضربهم. حنضيف يعني الفانيلا، نحطو يعني قيمة ملعقة معمرة مليح، ما تكونش كبيرة، ونضرب في الخلاط مليح على قد ما نضرب صوص شوكولا هذه، وهي تجيني يعني متماسكة، وتجيني تلمع أكتر، وتجيني ولا أروع. يعني ضربتها أو خلطتها واحد 3 دقائق 4 وأنا نضرب فيها، وها هي النتيجة. كما راكم تلاحظوا يعني اللمعة نتاعها الله يبارك، والذوق تاعها ولا أروع. شوفوا كيفاه يعني الكاكاو فقط. خيروا الكاكاو البني اللي ما يجيش مر بزاف باه تجيكم النتيجة مليحة. نحطوا على جهة صوص شوكولا عادي، ونروح نوجدوا الكيكة مع بعض في نفس البلاندر. نحط 3 بيضات، نضيف عليهم قرصة تاع ملح، ونضيف عليهم ملعقة تاع الفانيلا. نجيب كاس تاع الزيت، الكاس هذا يهز 150 مليلتر، يعني ماشي كبير بزاف. نحط الزيت، نزيد نضيف عليه كاس إلى ربع من السكر. يعني نراعي أنه راح يعني ندير هاد الكيكة هذه بالبسكوي هذا كما شفتوا. نقص شوية السكر باش ما تجينيش حلوة بزاف. البسكوي هذا البنات استعملت منه علبة ونصف. نزيد نضيف عليهم كاس تاع الماء، نفس الكاس اللي نكيل به، 2 ملاعق تاع الكاكاو، وراح نحط أو نضيف عليهم 2 أكياس من خميرة الحلوى. هكا باه تجيني يعني الحلوى تاع أو الكيكة تاعي تجيني خفيفة وما تجينيش ثقيلة. نحط في الخلاط، نغلق عليه ونضرب حتى يعني نخلط أو نخلط حتى نتحصل على قوام تاع كيك يكون يعني شوية ليكيد سائل، ما يكونش متماسك بزاف. كما راكم تلاحظوا يعني المكونات تاعها جد بسيطة، وطريقة التحضير أبسط وأبسط. الفور تاعي سخنته على 180 درجة. هاو الخليط اللي يعني تحصلت عليه. ندهن المول تاعي بالزيت ونرشه بالفارينة. كما تشوفوا رشيته بالفارينة، يعني زادت دابت شوية مع الزيت. نصب هذاك الخليط تاعي تاع الكيك ونحطه في الفرن مسخن كما قلت لكم على 180 درجة، ونخليها 20 دقيقة ونفتح عليها. البنات ديما كي تشوفوا الكيك تاعكم يعني طاب، زيدوا حطوا الموس وشوفوه اذا خرج ناشف يعني الكيكة راهي طابت. لهنا بعد مرور 20 دقيقة شوفوا كيفاه الكيكة تاعي. خليتها تبرد، ديموليتها يعني نحيتها من القالب تاعها، ونحيت لها هذيك القبة تاعها اللي من فوق باه ما تجينيش يعني مزعزعة، وتجيني يعني تجيني متساوية، يعني ما تجينيش جهة خشينة وجهة رقيقة. نزيد نحي هاد الجهة هادي جاتني شوية خشينة. وهاد يعني الزائد هذا ما راحش نرميه، راح نرحيه وراح نزين به الكيكة كما شفتوها في أول الفيديو. نقلب الكيكة تاعي، نحطها على جهة ونروح
عندي لهنايا 100 غرام تاع شوكولا بيضاء ذوبتها على حمام مائي البنات، وبقيت نخلط فيها يعني ما ذوبتهاش 100% أو 100%، بقيت نخلط فيها حتى ذابت مليح. ضفت عليها 2 ملاعق تاع زيت صغار وخلطتها مليح، وراح نزيد بها الكيكه تاعي. لهنا نصب هذيك الصوص شوكولا على الكيكه بلا ما نشربها، يعني ما نضيف لها حتى اضافه، وراح تجيني ولا اروع. ونوزعها مليح على وجه الكيكه. يعني شوفوا هاد الكيكه هذه ولا اسهل، تقدروا توجدوها في دقائق كما قلت لكم، خاصة يعني المرحلة الأولى. لا عفوا. لهنا البنات حنزينها بالشوكولا، يعني تزيين اختياري كما تحبوا، كما تحبوا نتوما تبدعوا، وكما تحبوا يعني كل وحدة والذوق تاعها. أنا حبيتها تجيني ماغبغي، درتها بالطريقة هذه، وراح تشوفوها يعني فيما بعد بإذن الله. لهنا بعد ما كملتها زدت ضفت لها على الجوانب هذاك الفتات هذاك تاع أو البقايا تاع الكيكة اللي نحيتها، رحيته عفوا وزينت به على الجوانب، يعني ما زدت حتى إضافة. كما راكم تشوفوا يعني الكيكة تاعنا اقتصادية وبنينة، صدقوني بنينة بنينة يعني فوق ما تتصوروا. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة هذه وتعجبكم بإذن الله. ما تنساوش البنات اذا اعجبتكم الوصفة سجلوا اعجابكم بالفيديو، ولي مازالوا ما اشتركوش نرحب بكم ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس به يوصلكم كل جديد ان شاء الله، فضلا وليس امرا. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، ترقبوني في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.